السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثاني للجولة 16 من الدوري المصري الممتاز. سموحة والمصري كان الساعة 4. مصري فرم سموحة هدف عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 24، ثم هدف ثاني عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 45، ويطلع الشوط الأولاني 2-0، نتيجة مرتاحة بالنسبة للنادي المصري. ينزل الشوط الثاني، سموحة بيحاول ولكن بدون اي فرص حقيقية بنسبة 100%. وجون اوبوكا يحرز الهدف الثالث علشان تبقى نتيجة تقيلة على سموحة، فرقة كويسة طبعا، معاهم مدرب كويس كابتن احمد سامي، وتخلص المباراة 3-0 علشان المصري يعود للمركز الرابع. ثم طلائع الجيش والبنك الاهلي. طلائع الجيش كان عامل مباراة كويسة جدا، والبنك الاهلي رجع للمباراة. هدف لحامد الجبري في الدقيقة 27، والشوط ينتهي 1-0 بالهدف ده. ينزل البنك يحاول يعوض، في ظل ما هو عايز يعوض الجيش بيحرز هدف تاني ليسر وحيد في الدقيقة 58 مع بداية الشوط التاني، بعد بدايته في الدقيقة 13 من الشوط التاني. ولكن البنك مسكتش وقدر يرجع في الدقيقة 84 بهدف لنجمه أسامة فيصل عشان يضيق الفارق يبقى 2-1، ويحاول ان هو يتعادل، وفعلا اتعادل بضربة جزاء لأحمد ياسر ريان علشان يطلعوا حبايب البنك الاهلي وطلائع الجيش، نقطة هنا ونقطة هنا. ثم مباراة النادي الزمالك ونادي زد اللي كانت الساعة 7. نادي الزمالك حاول اشتغل من على الجناب علشان يحرز هدف، ما قدرش. استقبل هدف من عرضية كورنر اتعملت، وقعت لزيكو، احرز الهدف الاول بشماله في الدقيقة 25. ثم يقدر نادي الزمالك يرجع في الوقت الضايع عن طريق ناصر منسي برأسية، وقبلها كان في رأسية في العارضة لزيزو، يقدر يرجع. ونزل الشوط الثاني نادي الزمالك ضاغط عايز يحرز هدف، وفعلا احرز هدف بس اتلغى بادعاء التسلل لناصر منسي برضو. وبكده نقدر نقول نادي الزمالك بره المنافسه. خلينا صراحه، لان نادي الزمالك كده بعد عن النادي الاهلي ونادي بيراميدز 7 بونت. نادي الزمالك 29 نقطه، ونادي بيراميدز 36، والنادي الاهلي 36، وبيراميدز لسه ليه مباراه هيلعبها بكره، يعني ممكن يبقى بينه وبين بيراميدز كمان 10. فمتهيألي صعبه يعني صعبه جدا ان النادي الاهلي او نادي بيراميدز يفقد 8-9 بونت. وكده بقى 3 لقاءات ان شاء الله هيتلعبوا بكره ونتكلم عنهم، وبكره اقول لحضراتكم ال9 اللي فوق وال9 اللي تحت ان شاء الله. السلام